أنا كنت نعمل وثلاثة تقريبا ولا 13 دقائق دخل علي بابا الطفل هذا عواشري أحمد، طلب مني قال لي عبد الملك جمال هذا علاش يضرب لي في الطفلة؟ قلت له راهو ما ضربهاش، راني كنت نلاحظ فيه في الفينار وما ضربهاش. قال لي لا ضربها، قلت له فوت له. قلت يضربها فوت له، انا قلت له فوت له، ولدو هبط عليا بالموس وهو بالبيكي كسرني من صبعي، ومن بعد عادوا يضربوا فيا، ما قدرتش انا مكسر من صبعي وبالموس وكذا، ما قدرتش ندافع على روحي. قم للمعلم وابده الضرب كاد المعلم ان يكون صهيونا، فهل يجوز في هذا المجتمع وفي هذه الامه ان يعامل المعلم بهذه الطريقه لأتفه الاسباب؟ انما الامم الاخلاق ما بقيت، انهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. هذا واش نقول على التعليم وعلى الشيء اللي راه صاري في التربيه في الوقت هذا اللي رانا عايشينه، بعد ما عشت معاه 30 سنه عمل. المعلم هذا اللي ضربوه يقري في ولدي، وانا ولي من اولياء التلاميذ اللي يقراوا هنا عند المعلم هذا، جاءوا تعدوا عليه في حرم المؤسسه داخل المدرسه، والناس والولاد تشوفوا اولاد صغيرين شافوا الدم، شافوا الناس كيفاش يضربوا في المعلم نتاعهم. هذه اهانه كبيره وما نحبوش يكون كما هكا في المجتمع نتاعنا. نحن اليوم في وقفه احتجاجيه تضامنا مع زميلنا من اجل ما وقع اللا اخلاقي، لان ذهبت قيمة العلم والمعلم وتعدت حتى إلى هيبة الدولة.